بشرى للسوريين. صندوق التنمية السوري سينطلق في 4/9 وبرعاية مباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع. ولكن ما هو صندوق التنمية السوري؟ هو مؤسسة اقتصادية مستقلة هدفها إعادة الإعمار ابتداء من شبكات المياه والكهرباء وصولا إلى الجسور والمطارات والموانئ. ليس هذا فحسب، فالصندوق سيركز على تعليم يبني مستقبل الأجيال بدعم المدارس والجامعات وتطوير المنهاج لتنشئة جيل قادر على الإعمار وصناعة المستقبل، وصحة تصون حياة الجميع بإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير الخدمات العلاجية لكل المواطنين، وزراعة توفر الأمل والغذاء من خلال دعم المزارعين وتحديث طرق الري لزيادة الإنتاج وضمان الأمن الغذائي، وبنية تحتية تربط السوريين بالمستقبل بإصلاح الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه لتحريك عجلة الاقتصاد وعودة الحياة الطبيعية، وبيئة مستدامة تحفظ الأرض بمشاريع تعيد التوازن للطبيعة وتقلل التلوث. وسيكون تمويله عبر القرض الحسن إضافة إلى تبرعات السوريين بالداخل والخارج، وتدار أعماله باستقلالية تامة مع رقابة مالية تكفل الشفافية. والأهم أن هذه المرة التنمية ستكون بأيدي السوريين أنفسهم. فبرأيكم هل سينجح صندوق التنمية السوري في أن يكون نقطة تحول حقيقية لسوريا؟ وأخبرونا، هل ستشاركون في حملة إطلاق الصندوق؟